انتهى لقاء الزمالك مع دريمز الغاني بالتعادل السلبي بدون اهداف. ماتش الذهاب لما تجيلك كل الفرص دي على ارضك وسط جمهورك يا لعيبه الزمالك وتضيعوها، يبقى انتوا ما تستحقوش البطوله. اللي يستحق البطوله اللي بيجيب اجوال، مش اللي بيجيب فرص. انتوا ما بتتعلموش. ماتش الاهلي في نهائي الكاس في السعوديه جبتوا فرص كتيره جدا وكلها ضاعت، والاهلي جات له فرصتين بجونين، الاهلي خد البطوله. النهارده بتضيع فوق ال 30 فرصه. مش معقول، مش معقول. 100 علامه استفهام على تضييع الفرص. ما تقوليش الحظ، لا 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 لا. النهارده الجزيري بيقدم ضحك. المهاجم الاول بتاع نادي الزمالك لما يكسبك ماتش الاهلي ويضيع لك 30 40 ماتش بعده، يبقى ده مهاجم ايه؟ مهاجم الضحك، مش مهاجم حقيقي لنادي الزمالك. انت محتاج مهاجم كل ماتش يبقى ليه بصمه، كل ماتش بيجيب اجوال، كل ماتش بيسهل اجوال لزمايله، كل ماتش بيعمل اسيستات. هو ده المهاجم اللي احنا نعرفه. لكن مهاجم يجيب لك جون ولا اتنين في ماتش الاهلي وبقيه الموسم كله ما يجيبش جوال، يبقى مهاجم ايه ده؟ نسميه بقى مهاجم الاهلي اللي بيحرز اهداف في الاهلي. المهاجم الصح مش الجزيري، ولازم الزمالك يتخلص منه في اقرب فرصه. طول ما الجزيري موجود مفيش بطولات. مفيش بطولات بتيجي بالفرص، البطولات بتيجي بالاهداف. وماتش النهارده الزمالك هيندم عليه جدا، هيندم عليه بالاداء ده وتضييع الفرص ده. هيندم عليه. انت قدامك فرصه انك توصل للنهائي، وكنت ممكن تخلص هنا 3 4 اجوال. هتروح غانا هناك، ربنا يستر. وشيكابالا قائد الفريق وقائد الزمالك، ايه الاداء ده؟ وايه الفرص دي اللي بتضيعها؟ وايه الانانيه دي يا شيكابالا؟ انت ما كنتش كده. نقطه ضعف الزمالك النهارده الجزيري وشيكابالا. وشيكابالا ده يعني المفروض القائد هو اللي بيحرك الفريق. النهارده كان اناني وكان وحش. مصطفى شلبي النهارده كل الهجمات اللي راح بيها على ماتش دريمز الغالي، على فريق دريمز الغالي، ايه اللي حصل؟ انقطعت منه ورجعت بهجمات خطيره على الزمالك. حظنا النهارده ان الباكات بتوعنا مش موجودين، عمر جابر وفتوح، فلعب الزناري باك على قده، ولعب ابراهيم النداي باك على قده، فبقت الهجمه اللي بتيجي من الناحيه دي ولا من الناحيه دي كلها هجمات خطيره. ابراهيم النداي برضو ضيع فرص كتير جدا، على الرغم ان هو الشوط الثاني يعني اداؤه بدا يتحسن وبدا يعمل هجمات وبدا يخلق فرص لزمايله وضيعوها، لكن هو عمل اللي عليه في الشوط الثاني. لكن برضو ابراهيم النداي ضيع فرص كتير جدا في الماتش بتاع النهارده، كان ممكن تخلص برجليه وبراسه قدام المرمى. اللي بيحزنني ان الفرص اللي ضاعت ما بينك وما بين المرمى متر ونص، 2 متر. ده في كوره جت لحسام عبد المجيد بينه وبين المرمى ده 4 متر، بينه وبينه 4 متر واحد. حسام عبد المجيد شاطها صاروخ، خبطت في الايه؟ في العارضه. انت بينك وبين بين المرمى متر، يعني لو شطها اي حاجه تدخل جوه، ليه تشوطها صاروخ؟ مش محتاجه، يعني مش محتاجه انك تشوطها جامد، تشوطها بالراحه. النهارده في هجمات حلوه للزمالك كلها ضاعت، وفي الاخر محدش بيعترف بالفرص، كله بيعترف بالنتيجه. مش هتاخد بطوله الا كنت تستحقها. هتستحقها لما تجيب اجوال، مش لما تخلق فرص بس. لازم تخلق فرص وتجيب اجوال. النهارده انت ضيعت فوز محترم جدا وفوز سهل جدا في مصر. هتروح هناك تحارب في غانا، وانت لو رحت غانا وما عرفتش تفوز على دريمز في غانا، يبقى انت ما تستحقش البطوله اللي كانت في ايدك، وهتندم عليها. واتمنى ان مجلس الاداره يشوف الخيبه اللي الزمالك فيها. مفيش مهاجمين، ما عندكش اللي يخلص. عمرك ما تاخد بطوله وانت مش عارف، ما عندكش مهاجم يخلص. ماتش هناك هنشوفه بقى، هل الزمالك هيثبت ان هو فريق بطل ويستحق البطوله، ولا هيسلم البطوله على طبق من فضه لفريق دريمز الغاني؟